عزيزي المشاهد، أنت الآن على قناة قلب الفيلم. يا ريت تدعم القناة بلايك واشتراك وتفعيل الجرس. يا مساء الفل والجمال على كل الناس. لو سنك أقل من 18 سنة يا ريت ما تشوفش الفيلم، لأنه مليان إثارة ورومانسية وحب. من الآخر فيلم تقيل ومش لأي حد، وأنا كده حذرتك وعملت اللي عليا. يلا هات كوباية الشاي المتينة وخليك معايا يا معلم. بتبدأ الحكاية مع عالم آثار وراجل أعمال مشهور جدا، عنده 62 سنة واسمه لوجن. قرر يتجوز بعد ما مراته ماتت في حادث مأساوي، وساعتها أي واحدة كانت تتمنى إن هي تتجوزه علشان لوجن شخص غني جدا والفلوس دي آخر حاجة يفكر فيها. لكن ساعتها قرر يتجوز مدرسة جميلة وفقيرة، وكان بيدرس لها في الجامعة علشان تحافظ عليه، وخصوصا إن هو في السن ده. وكان اسمها لارا وعندها 25 سنة، شكلها يدخل القلب على طول، بنت بسيطة وجميلة، وبنشوف فرق السن واضح ما بينهم. ولوجن كان واخدها القصر بتاعه القديم علشان يقضوا شهر العسل هناك، وكمان عشان يبعد عن عيون الناس، لان لارا صغيره جدا عليه لكن في نفس الوقت بتحبه وسعيده معاه. ولما وصلوا القصر يا معلم كان عاوز شغل كتير جدا، لان مفيش حد ساكن فيه من زمان، علشان كده التراب والغبار في كل مكان. وبالرغم من كده الحلوه لارا انبهرت بيه جدا، وما كانتش مصدقه نفسها ان واحده فقيره زيها تعيش في قصر زي ده. بعد كده الحلوة لارا بتعرف جوزها لوجن انها تنظف وتروق كل حاجة بنفسها، لكن هو عرفها انه هيجيب لها شغالة قريب علشان تساعدها في شغل القصر. بعد كده لوجن بيشيلها بين ايديه علشان يوريها كل حتة في القصر، ولارا كانت سعيدة جدا وحاسة ان الدنيا ضحكت ليها. وبنشوف السعادة والفرحة على وشهم هما الاتنين رغم فرق السن بينهم، كأنهم اتنين اتخلقوا لبعض. ولارا كانت بتحبه جدا وعاوزة تسعده بأي طريقة وتعوضه مراته اللي ماتت. في المشهد اللي بعد كده لوجن بيتفاجئ بابنه كلاود موجود في القصر، وساعتها كان رافض ان والده يتجوز واحدة تانية بعد والدته ما ماتت، لأن والده الراجل المسن ممكن يخلف منها ويجيب ولد تاني يقسم معاه في الثروة، وعلشان الطمع اللي فيه كان رافض والده يعمل كده لأنه بيفكر في نفسه وبس. ولما كلاود عرف ان والده اتجوز بنت صغيرة وجميلة كان خايف ان هو يخلف منها، علشان كده راح القصر عشان يغتت عليها ويخلي والده يسهق منها، وبعد كده يطلعها قبل ما تخلف منه. لكن لما كلاودو شاف مرات ابوه الجديده يا معلم ما كانش مصدق حلاوتها وجمالها، واتشد ليها من اول نظره وبدا يستخسرها في والده العجوز. وساعتها والده لوجن ساله انت بتعمل ايه هنا؟ راح كلاودو كدب عليه وعرفه ان هو جاي يتفسح ويهدى اعصابه شويه. وساعتها والده كان مخنوق منه جدا لانه كان عاوز يقعد مع مراته الجديده لوحدهم في القصر ويقضي اجمل شهر عسل معاها. ولوجن ما كانش عارف يتصرف ازاي او يعمل ايه، وكان عاوز يمشي ابنه باي طريقه، علشان كده رضي بالامر الواقع. بعد كده والده بيعرفه بمراته الجديده لارا، وكلاود لاحظ ان هي صغيره جدا وضحك معاها وقال لها انا مش هقول لك يا ماما علشان انت صغيره جدا، والمفروض كنت خدت شاب من سنك علشان يهتم بيكي ويروق عليكي. ساعتها والده بيزعل من كلامه لكن بيعدي الموضوع لانه عارف ابنه كلاود ما كانش عاوزه يتجوز. بعد كده كلاود بيوري صوره مامته للحلوه لارا وعرفها ان مامته صاحبه كل حاجه وصعب جدا حد يحل مكانها، وبدا يرمي عليها كلام جارح. ووالده كان متعصب جدا وبدا يقلق من كلامه، لكن بعد كده بيهني والده بالجوازه وقال له اتمنى لك حياه سعيده مع الصغيره ديت، لكن يا ريت ما تندمش بعد كده. لكن لما كلاود لاحظ ان والده زعل منه بدا يهدي نفسه شويه ويغير طريقته في الكلام، وكمان طلع معاهم الدور التاني علشان يوري مرات ابوه الجديده القصر اللي هتسكن فيه. ووالده لوجن فرح جدا لما شاف ابنه كلاود بيضحك ويهزر مع مراته وبدا يقرب منها. ولوجن طلب من مراته لارا انها تهتم بيه وتعوضه موت مامته وتعمل له كل حاجه هو عاوزها. راحت لارا وعدته بكده ودخلوا هما الاتنين الغرفه وقضوا اجمل ليله مع بعض. تاني يوم الصبح يا معلم كلهم بيفطروا في حديقة القصر، وكلاود بدأ يوريهم الفن والرسومات بتاعته اللي عاملها من الورق. ولارا ما كانتش مصدقة ان كلاود موهوب كده، وبنشوف لوجن وهو فرحان جدا ان ابنه كلاود قرب لمراته الجديدة وما احترضش على الجواز منها. بعد كده لوجن بيعرف ابنه كلاود ان هو عنده شغل مهم وهيضطر يسافر وهيسيبه قاعد مع مراته الجديدة لارا، وطلب منه يهتم بيها وما يعملش اي مشاكل معاها ويعمل لها كل حاجة هي عاوزاها لانها الوقت زي مامته. ولارا اتكلمت مع جوزها وطلبت منه ما يقلقش عليها لانها مش قاعده مع حد غريب، وكمان كلاود وعد ان هو يهتم بيها. وفي نفس الوقت كان فرحان جدا علشان هينفرد بمرات ابوه الحلوه والجميله وهيكونوا هما الاتنين في القصر لوحدهم. وبدا كلاود يبص لمرات ابوه من تحت لتحت زي التماسيح. لحد كده الامور تمام و10 على 10 ومفيش حاجه غريبه.
تاني يوم الصبح يا معلم لوجن جهز الشنطة بتاعته ومراته لارا راحت معاه عشان تودعه وطلب منها تخلي بالها من نفسها وكمان وعدها ان هو هيرجع يوم الخميس علشان يكملوا شهر العسل بتاعهم. بعد كده الحلوة إيلي دخلت غرفة كلاود واستغربت جدا من الصور الغريبة اللي فيها. بعد كده شافت صورة مامة كلاود موجودة في كل مكان في الغرفة وكلاود عرفها ان كان بيحب مامته جدا وقال لها ان ماتت في حادث مأساوي. بعد كده كلاود شغل موسيقى ورقصوا مع بعض هما الاتنين وبدأ يقرب ليها جدا ويحضنها ويعمل معاها حاجات غريبة. والحلوة لارا لاحظت ان كلاود بدأ يسخن عليها علشان كده بعدت عنه بسرعة واستأذنت منه عشان تروح الشغل بتاعها في المدرسة وبالفعل خدت العربية بتاعتها ومشت. وبنشوف كلاود ابن اللئيمة وهو بيفكر هيوصل لقلبها ازاي لانه لاحظ ان الحلوة لارا واحدة مش سهلة ومخلصة جدا لوالده. وبالليل وهما بيتعشوا مع بعضيهم يا معلم الحلوة لارا لاحظت ان كلاود مش بيتكلم على الاكل. راحت سألته مالك؟ قال لها انا شخص مؤدب ومحترم جدا وما احبش اتكلم على السفرة. ولما شافت نظراته الخبيثة ليها فهمت هو عاوز منها ايه علشان كده طلبت منه يكونوا اصدقاء وكمان بتعرفه ان هي بتحب والده جدا ومخلصة ليه وعمرها ما تخونه في يوم من الايام. ولورا حبت تقطع عليه اي حاجة وحشة بيفكر فيها علشان كده كلاود زعل من كلامها. تاني يوم يا معلم بنشوف الحلوة لارا وهي بتلبس علشان رايحة المدرسة بتاعتها وكلاود راح عندها وعرفها ان اطار العجلة بتاع العربية مش شغال وطلب منها ما تروحش المدرسة ويقضوا اليوم مع بعض. راحت عرفته انها ملتزمة جدا في شغلها وما تحبش تعمل كده. ساعتها كلاود يا معلم عرض عليها ان يوديها بالدراجة النارية بتاعته. راحت الحلوة لارا عرفته ان هي عمرها ما عملت كده وبتخاف منها جدا لكن فعلا بتركب الدراجة النارية معاه ومن الخوف والرعب يا معلم كانت حضناه. وكلاود كان بيعمل بالعامد وبيمشي بسرعة اكتر علشان تقرب منه. وابن اللئيمة يا معلم كان مستمتع جدا وهي حضناه. ولما وصلوا عند المدرسة يا معلم بيعرفها ان هو هيعدي عليها علشان يرجعها القصر مرة تانية وطلب منها ما تعرفش والده انها ركبت المكنة معاه ولارا وعدته بكده. ومع الايام بدأ يقربوا لبعض هما الاتنين والحلوة لارا اتعودت عليه لكن ما كانش في نيتها اي حاجة وحشة كانت بتعامله بكل احترام. لكن ابن اللئيمة كلاود كانت نيته وحشة وعاوز يوصل لغرضه ولارا بتكون سعيدة وهي معاه تحس ان في كيمياء بدأت تحصل بينهم. وكلاود فعلا بدأ يهتم بيها ويشتري ليها هدايا غالية جدا وكمان لارا بدأت تعجب بيه وتعجب بفنه ورسوماته. وبنشوف كلاود هو قريب ليها جدا بيعلمها الرمي بالبندقية وقال لها ريحة البرفان بتاعتك جميلة جدا. وقتها لارا يا معلم لاحظت ان هو زودها شوية علشان كده بعدت عنه. وكلاود يا معلم كان هيتجنن من اللي بتعمله فيه لان مفيش واحدة عملت معاه كده. في المشهد اللي بعد كده بنشوفهم مع بعض في حمام السباحة وكلاود كان هيتجنن من جمالها وحلاوتها ومش عارف يقرب منها ازاي ويخليها تتعلق بيه وفضل يصور بيها من غير ما تاخد بالها. بعد كده جري بسرعة عمل نفسه نايم ولارا هي كمان راحت نامت جنبه وبدأ يعمل حركات غريبة وهو نايم. ساعتها لارا عرفت ان هو صاحي وبصت عليه وابتسمت واستغربت جدا من الحركات اللي بيعملها وبعد كده قرب ليها ومسك ايديها ولما تعبت منه سابته يعمل اللي هو عاوزه. في المشهد اللي بعد كده يا معلم جوزها لوجن رجع من السفر وشاف الصور بتاعتها مع ابن كلاود وهم على حمام السباحة واستغرب جدا انهم قربوا لبعض بسرعة. بعد كده لوجن بيقول لها انت سعيدة جدا وانت في الصورة. راحت لارا استغربت من كلامه وسألته انت تقصد ايه؟ راح قال لها انا كنت خايف انك انت تكوني حزينة بسبب بعد عنك. راحت ردت عليه بكل عفوية وقالت له ابنك كلاود عوضني غيابك. راح لوجن يا معلم استغرب من كلامها لكن وقتها عدى الموضوع علشان مش عاوز يعمل مشكلة معاها. بعد كده سألها عن ابنه كلاود راحت قالت له مش عارفة. ولما حس لوجن ان هي زعلت من كلامه قرب ليها وحاول يصالحها وقضوا اجمل وقت مع بعض. تاني يوم الصبح يا معلم لوجن بيلاحظ ان ابنه كلاود مش موجود في الغرفه بتاعته واستغرب جدا لما شاف لارا مشغوله عليه وحس ان في حاجه بتحصل من وراه لكن ما عندوش اي دليل على شكه. بعد كده خد العربيه بتاعته وسافر. المفاجاه بقى ان كلاود ظهر لما والده مشي ولارا عرفته ان والده مشغول عليه. بعد كده كلاود عزمها على رحله في المركب لكن عرفته ان هي مشغوله جدا. راح كلاود ترجاها انها تيجي معاه وبالفعل بنشوفهم هما الاتنين مع بعض على المركب. ولارا سالته انت كنت فين امبارح؟ والدك كان بيسال عليك وانا ما كنتش عارف ارد عليه اقول له ايه. راح عرفه ان هو كان نايم في البيت عندهم لكن في مكان بعيد عنهم شويه وساعتها بيحترف ليها ان هو بيحبها جدا وبيغير عليها من والده ومش عاوز يشوفها مع حد تاني غيره. وقتها لارا اتصدمت من كلامه علشان كده سابته ومشت وكلاود فضل ماشي وراها علشان يقنعها ان هي كل حياته. ولما رجعوا البيت يا معلم عرف ان هو مش هيقدر يعيش من غيرها ومش هيبعد عنها مهما حصل. وساعتها لارا يا معلم من كلامه الجميل كانت هتنسى نفسها معاه لكن لمت روحها بسرعه وعرفته انه ما يصحش يعمل معاها كده وانها مرات والده وفي مقام مامته وحاولت تهرب منه باي طريقه وكمان بدات تهدد فيه ان هي هتعرف والده بكل حاجه بيعملها معاها. ساعتها كلاود زعل منها جدا لانها رفضت حبه لكن في نفس الوقت كان عارفها ان هي بتحبه لكن خايفه من المشكله اللي ممكن تحصل بين الواد ووالده.
في المشهد اللي بعد كده كلاوديو بدأ يغيظها واتصل بواحدة اسمها كوكي بنت ليلي يا معلم، وطلب منها تيجي القصر علشان تسهر معاه. ولما سمعته لارا زعلت جدا والغيرة بدأت عليها، تحس انها كاتمة حبها ليه في قلبه لكن مش عاوزة تعمل اي مشكلة في البيت. وبالليل بنشوف كلاوديو مستني الحلوة كوكي علشان تسهر معاه، وكمان بنشوف الحلوة لارا وهي غيرانة جدا وبتبص عليه من الشباك. ولما دخلت الغرفة معاه كوكي يا معلم بدأ يعملوا أصوات غريبة، ولما الحلوة لارا سمعت صوتهم كانت غيرانة جدا، علشان كده ولعت سيجارة بحيث إنها تهدي نفسها شوية. لكن نار الغيرة يا معلم سيطرت عليها وكانت عاوزة تروح عندهم الغرفة التانية علشان تمشي كوكي من البيت. وكلاودي بدأ يغص أكتر وشغل موسيقى رومانسية، ولارا كانت خلاص هتتجنن ومش عارفة تتصرف إزاي. شكلها كده بدأت تحب كلاودي بجد، ومن الغيرة يا معلم ما كانتش قادرة تنام. ولما كلاودي خلص سهرته مع الحلوة كوكي راح معاها عشان خاطر يوصلها. ساعتها شاف لارا وهي بتبص عليه ونار الغيرة قايدة فيها يا معلم. بعد كده بتشوف كلاودي من الشباك وهو بيودعها. في المشهد اللي بعد كده كلاودي بيمثل ان هو تعبان وطلب من لارا ان هي تساعده، وفعلا لما شافته اتخضت عليه وجرت عليه عشان تساعده، وكانت عاوزه تكلم دكتور علشان تطمن عليه. لكن كلاودي عرفها ان هو يفوق بعد شويه وطلب منها تدخله الغرفه بتاعتها علشان يريح فيها شويه. وساعتها لارا استغربت من طلبه لكن بتساعده يا معلم وتدخله الغرفه بتاعتها، وكمان نيمته على السرير بتاعها. وقتها ابن اللئيمه يا معلم طلب منها تقرب منه وتفضل جنبه، وبدأ يعمل لها شغل ال3 ورقات وعرفها ان هو قابل بنت ليل وسهر معاها. راحت الحلوه لارا عرفته ان هي شافت كل حاجه، وكمان بيقول لها انت اللي وصلتيني لكده لانك رفضت حبي وانا خلاص هبعد عنك واسافر انجلترا. راحت الحلوه لارا اتصدمت من كلامه وطلبت منه ما يسيبش البيت ويمشي لانها مش هتقدر تعيش من غيره، وعرفته انها بتحبه من ساعه ما شافته اول يوم لكن كاتمه في قلبها يا معلم. ساعتها كلاودو بيفرح جدا انها اخيرا احترفت بحبه وطمنها ان العلاقه بتاعتهم هتكون سريه ومحدش هيعرف عنها اي حاجه. بعد كده قربوا لبعض هما الاتنين يا معلم، والولد دلعها وروق عليها ورجع ليها شبابها والايام اللي عدت من عمرها، وبدا هما الاتنين يخرجوا ويتفسحوا ويسهروا مع بعض وعاشوا حياتهم بالطول والعرض كانهم بيقضوا شهر العسل مع بعض. وبنشوف لارا وهي سعيده جدا وهي معاه، والفرحه يا معلم هتطير من عينها لان كلاودي شاب من سنها وهو فاهمها وهي فاهماه، وكمان بيفضل يصور فيها صور تذكاريه للحظه بتاعتهم الجميله. ومع الايام يا معلم حبوا بعض جدا هما الاتنين. بعد فترة والده بيرجع من السفر وكلاوديا كان زعلان جدا لأن والده حرمه يقرب من الإنسان اللي بيحبها، ومن خناقته بدأ يعمل حركات غريبة قدامه، ووالده كان مستغرب جدا وشاف مراته لارا وهي بتبص عليه. ساعتها شك إن في علاقة ما بينهم، وبالأخص لما شاف نظرات مراته ليه. بعد كده كلاوديا واحد صاحبه بيتصل بيه وعزم يروحوا مع بعض السينما، وكلاوديا كان متحمس جدا علشان هيروح مع صاحبه السينما، لكن لارا طلبت منه ما يروحش مع صاحبه ويسيب البيت. ساعتها كلاوديا بيسمع كلامها، والأب استغرب جدا لما سمع كلامها، علشان كده الشك يا معلم زاد عنده. وبسبب كده لوجن بيعرف مراته لارا انهم هيمشوا من الاصل ويروحوا شقه جديده. راحت لارا زعلت جدا وقالت له المدرسه بتاعته قريبه من هنا جدا. راح لوجن قال لها المكان مش بعيد وهتوصلي المدرسه بتاعتك في 10 دقايق. في المشهد اللي بعد كده كلاودو بيقابل لارا وعرفها ان هو مش قادر يعيش من غيرها ولازم يتصرفوا مع بعض في حاجه علشان يتجوزوا. وكلاودو طلب من لارا ان هي تساعده علشان يخلصوا منه وكمان عشان ياخدوا كل ثروته ويكملوا حياتهم مع بعض. ولارا كانت خايفه جدا ومرعوبه ومش عارفه تتصرف ازاي، لكن كلاودو طمنها ان مفيش حد يعرف اللي هم عملوه، وقال لها على الخطه بتاعته عشان يخلصوا عليه، ان ابن اللئيمه يخلي والده بيعمل شاور ويكهربوه هما الاتنين وهو موجود في الحمام عن طريق المجفف بتاع الشعر يا معلم. وبالفعل بيتفقوا هما الاتنين على الخطه وعن دور كل واحد فيهم. بعد كده سألها والدي بيعمل شاور الساعة كام، راحت قالت له لما بيرجع من الشغل على طول. وفعلا بالليل لوجن بيرجع من الشغل يا معلم، وهما الاتنين كانوا في انتظاره علشان يخلصوا عليه، وعلى السفرة كانوا بيبصوا على بعض هما التلاتة، ولوجن كان حاسس ان في حاجة هتحصل وقلبه ما كانش مطمن. والحلوة لورا يا معلم من الرعب والخوف سابتهم وطلعت الغرفة بتاعتها، وعلشان تهدي نفسها قررت انها تعمل شاور. في المشهد اللي بعد كده كلاودو بيسمع صوت الميه وهي بتملى البانيو وفرح جدا وقرر ان هو ينفذ الخطه بتاعته لانه كان فاكر اللي بيعمل شاور هو والده. لكن للاسف يا معلم كانت الحلوه لارا. المفاجاه ان كلاودو راح عند الباب وعرف ان لارا هي اللي بتعمل شاور، راح قرر ان هو ينفذ خطته وفعلا ضرب الباب يا معلم علشان المجفف يقع في الميه، وبالفعل عمل كده وسمع صوت لارا وهي بتصوت لكن مرضيش يروح عندها ويساعدها. وبنعرف يا معلم ان كلاودو ضحك عليها باسم الحب علشان يخلص منها لانه طمعان في ثروه والده ومش عاوز حد يشاركه فيها، وكمان مش عاوز حد ياخد مكان مامته. وللاسف لارا فضلت تصرخ بصوت عالي علشان حد يساعدها، وللاسف محدش ساعدها وماتت في الحال. في المشهد الاخير يا معلم كلاود بيتصل بوالده وسلم عليه وطلب منه يتجوز مره تانية علشان يعمل معاها نفس اللي عمله مع لارا. وبكده يا معلم خلص الملخص. لو عجبك يا ريت تدوس لايك وشير
واشوفك على خير.